ده اللي اثر فيا، هو ده اصلا اللي خلاني اعمل الفيديو ده اساسا من البدايه، هي الحاجه اللي حصلت دي، ودي اللي هقولها لك دلوقتي. ولكن اكتر لحظه يعني مفزعه بالنسبه لي هي اللحظه اللي احنا خلاص خرجنا فيها، خلصنا، احنا قعدنا وقت طويل جوه فبسطنا حلو زي الفل. بعد كده خرجنا بقى علشان نلبس، عشان نطلع ناكل، علشان نروح بيتنا. دي بقى الصدمه، يعني انا هنا خدت الصدمه بجد، انا خدت الصدمه بجد. بدور على المحفظه مش لاقيها. السلام عليكم. ماذا لو اول خروجه ليك مع شخصك المفضل محفظتك وقعت؟ تخيل بقى يعني ايه محفظتك تقع في اول خروجه ليك مع شخصك المفضل. هنا انا مش بتكلم عن بيست فريند ولا جيرل فريند، ولا بتكلم على مراتك. ماذا لو في اول خروجه ليك بعد الجواز مباشره محفظتك وقعت في اول خروجه؟ صدقني الفيديو ده مهم جدا جدا وهتستفيد منه قوي، وصدقني كمل بس الفيديو للاخر، ومش هقول لك اوعدك بقى وفي مفاجاه في اخر الفيديو الكلام ده، بس صدقني هتستفيد من الفيديو ده جدا ومن التجربه دي جدا. يلا بينا. طيب بدون اثاره فضول، مين شخص المفضل؟ هو مراتي. الحمد لله انا اتجوزت من 3 شهور، فبجد بجد يعني في وسط الحاجات اللي بتحصل دي والحاجات اللي بنشوفها في الشارع والمناظر والسوشيال ميديا وكل الحاجات دي، لازم لابد تتجوز. صدقني يعني لو فاكر ان الموضوع صعب او ان الموضوع يعني بكل الاحوال صعب او مستحيل، فمفيش حاجه اسمها مستحيل ولا في حاجه اسمها صعب، لان انت اكيد سمعت الكلام ده كتير قوي، واي حد اتجوز فهو بيقول لك ان الجواز فعلا ممكن يكون في البدايه القرار نفسه هو اللي صعب، لكن بعدين كله سهل. صدقني ربنا هيعينك في الخطوه دي بالذات وحط تحت بالذات دي يعني مليون خط، ان ربنا هيعينك ومش هيسيبك في الحاجه دي. كده ربنا مش بيسيبنا في اي حاجه، ولكن دي بالذات ربنا يعني اقسم على نفسه، يعني حق عليه انه هيعين الناكح يريد العفاف، اللي هو الشخص اللي عايز يتجوز عشان يعف نفسه من المحرمات ومن الملهيات والمشتتات اللي هو بيشوفها في الشارع. فكمل الفيديو ده عشان ان شاء الله تستفيد منه لحد الاخر. الفيديو ده مهم من اوله لاخره. ولو عايزين نتكلم على التجربه بتاعه الجواز، وهي فعلا تجربه مش سهله جدا جدا خالص من اولها، من اول ما تبتدي ان انت تنوي النيه صادقه مع ربنا انك تاخد الخطوه علشان تبتدي تشوف تتعرف على ناس، عشان يحصل تبادل الاراء، يحصل رؤيه شرعيه او غيره. من اول الحته دي بس من ان انت تفكر ان انت من عازب لمتزوج، يعني مش سهله، ولكن صدقني ربنا هيعينك فيها. والموضوع يعني هتمر بتجارب كتيره جدا جدا. مش شرط ان انت اول ما تخطب تبقى فاكر ان الحياه بامبي، وانك هتروح لاول مثلا بنت ربنا يقدر لك ان انت تروح لها فهتخطبها، يعني ايه اول ما تروح من الرؤيه الشرعيه هتشوفوا بعض، هتعجبوا ببعض، هتبقى نفس الاراء ونفس كل حاجه انت عايزها، ودي الشخص المناسب وانت بالنسبه لها الشخص المناسب. الموضوع مش بيمشي كده خالص، ولكن هي التجربه كلها هي المهمة، يعني انك تعيش التجربة نفسها كلها هي المهمة، وانك قبل ده كله تكون فاهم ان انت داخل على جواز، مش داخل على لعبة، مش داخل على تجربة. فصدقني لو انت مش قد الحاجة دي، ان انت عارف كويس قوي انت داخل على ايه، صدقني هتتعب بعدين، لانك هتتفاجئ بسرعة جدا ان انت ممكن تتعصب على حاجات تافهة جدا، ممكن تتنرفز، ممكن تتضايق، تزعل. يعني شوية اكل لو ما تحطلهمش ملح مظبوط، ومثلا انت شخص عصبي هيعصبوك، فلا لازم تبقى داخل على موضوع الجواز ده وانت في حاجات كتيرة جدا فاهمها ومتعلمها ومطبقها، علشان بعدين تبقى سهل عليك ان انت تتقبل وجود شخص اخر في حياتك، علشان تقدروا تتعايشوا مع بعض وتكملوا حياتكم، علشان تعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات ان شاء الله. انا عارف ان انا اتكلمت كتير، بس معلش استحملني لحد الاخر عشان ده صدقني فيديو مهم، وده يعتبر زي توك شخصي ما بيني وما بينكم. فلو عايزين نتكلم عن السلسله دي، لو عايزين نتكلم في سلسله مثلا عن الجواز وعن التجربه بتاعتي في الجواز، انا مش بقالي كتير متجوز يعني، بس اديني اتجوزت الحمد لله. فصدقني التجربه بتاعتي تجربه ملهمه جدا جدا جدا. الحاجات اللي انا شفتها فعلا يعني في حاجه انها تتحكي. فيلا بينا بقى موضوع الفيديو بتاع النهارده. في البدايه انا شخص اصلا بيتوتي، يعني مش بحب الخروجات كتير زي باقي الناس. طبعا بالنسبه للناس اللي عايشه في المدينه، انا من الارياف، فالناس ضوضاء المدينه بالنسبه لهم كل يوم في خروجه شكل. لكن انا بالنسبه لي لو خرجت خروجه واحده في الشهر او خروجتين، يعني خروجه واحده كفيله ان هي تمام، انا كده يعني زي الفل. ولكن بالنسبه طبعا للناس اللي عايشه في المدينه وايجيبت طبعا، فدول لا، ده كل يوم خروجه، ولو يوم ما خرجوش طبعا كارثه بالنسبه لهم. فانا شخص بيتوتي مش بخرج كتير. فدي كانت اول خروجه بعد الجواز على طول. يعني الواجهه بقى كانت فين؟ الواجهه كانت سكاي ايجيبت، مدينه التلج. اوكي، سكاي ايجيبت هي اللي في مول مصر،
ده مش فيديو خالص في دعايه لاي حاجه، لان انا هتكلم على ابلكيشن برضه انا استخدمته وممكن انت تكون عارفه، بس هقول لك الابلكيشن في اخر الفيديو، وهقول لك على موقف فعلا هو ده اللي اثر فيا، هو ده اصلا اللي خلاني اعمل الفيديو ده اساسا من البدايه، هي الحاجه اللي حصلت دي، ودي اللي هقولها لك دلوقتي. طبعا انا حجزت من على الابلكيشن ده وهقول لك اسمه في الاخر عشان بس ما احرقلكش المفاجاه في الموضوع ده. طبعا حجزت من على الابلكيشن تيكتين لمدينه التلج او سكاي ايجيبت اللي هي في مول مصر في 6 اكتوبر، وانا بحكم ان شغلي اصلا في 6 اكتوبر او في اكتوبر فانا قريب جدا من مول مصر. فالمهم يعني لبسنا وجهزنا وابتدينا نتحرك. المواصلات كانت يعني كويسه. طبعا رحنا كان يوم ابعد عن يوم الجمعه، يعني حقيقي لو عايز تخرج مش هقول لك ابعد عن الخميس، لان هم الخميس والجمعه يعني اليوم اللي انا رحته يعني كنت فاكر ان انا رايح يعني عشان رايح اخر الاسبوع، فيعني الى حد ما مش يوم جمعه او سبت، فالناس اجازه جمعه وسبت، ولكن انا رحت الخميس. فيعني حاول تروح في نص الاسبوع يا اما مثلا قبل اخر الاسبوع، يعني ما تروحش الجمعه والسبت لان هتلاقي الدنيا زحمه جدا جدا جدا، فهتلاقي الالعاب طبعا يعني ايه فالمهم اول ما ابتديت احجز على الابلكيشن حجزت الساعه 12 بالليل قبليها. تاني يوم على العصر كده ابتدينا نتحرك ورحنا هناك، والجو فعلا كان تحفه. اول ما نزلنا في الممر اللي هناك قدام مول مصر ده الجو كان تحفه بجد. اتمشينا شويه وبعدين دخلنا مول مصر وابتدينا بقى نشوف سكاي ايجيبت فين، ورحنا طبعا في طابور كده هيقابلك يعني قبل ما تخش بس على الكاشيره عشان مثلا ايه تاكتيف الكوبونز اللي انت حجزتهم من على الابلكيشن اوريدي، وبعدين هو بيديك التيكتس بقى. طبعا انت بتاخد كارت معاك ابيض كده تقريبا بتدفع له تامين 200 جنيه وبعد كده بترجع تاخده تاني بعد ما تخلص خروج من سكاي ايجيبت او مدينه التلج. وانت بتاخد الكارت ده اصلا عشان الخزنه، كل الحوار بتاع الكارت ده انت خزنه علشان تبقى ليها بصمه كده بتسحبها على القفل بتاعها فبتفتحها وتقفلها، فالدنيا امان جدا بجد. ودي اكتر حاجه اصلا انا عامل الفيديو ده علشانها. اوكي، هتحط الحاجه بتاعتك متعلقاتك الشخصيه، كل متعلقاتك الشخصيه. لو انت جايب شنطه مثلا معاك المدام، الكوتش بتاعك مش عارف ايه، لانك بتستلم كوتش، بتستلم بنطلون، بتستلم جاكيت، بتستلم جلافزات، بتستلم شراب، فكل الحاجات دي بتاخدها وانت داخل. تيجي بقى اللحظه الممتعه في القصه دي كلها، انك تنزل تخش مدينه التلج. اول ما تخش انت بتنعزل حرفيا عن العالم، حرفيا بتنعزل، تحس ان انت دخلت فعلا مدينه التلج، القطب الشمالي الجنوبي، بس القطب الشمالي الجنوبي المصري مش الجنوبي الاوروبي. فانا اتبسطت جدا باليوم ده، وزي ما انت شايف طبعا هتلاقيني بحط بي رولز لليوم ده. فبجد بجد اهم 3 نقطة لو رايح المكان ده او حابب تروح المكان ده، روحوا شلة مع بعض 3 4 5 6 علشان تعرفوا تستمتعوا جدا بالمكان ده، لانه هتفضلوا تحدفوا على بعض تلج. فده الحلو في الموضوع. مش بس اوعى تاخد واحد قفوش معاك في الرحلة دي، لان هي يعني ايه رحلة كلها ضرب ولعب ومش عارف ايه، فبلاش تاخد حد قفوش معاك في الحته دي. بعد ما تتبسط طبعا وتستمتع بالجو التحفه اللي جوه، تركب دونت، تركب زحليقه، تركب مش عارف ايه، تلعب سكيت، تعمل كل الحاجات الجميله دي، اتبسط بجد باليوم ده، اتبسط بيه لان هو هيبقى يوم جميل اكيد. اهم حاجه فعلا كانت بسطاني جدا ان الناس جوه كلها ايزي جدا وفريندلي جدا. مش بتكلم على الافراد الناس اللي شغاله، ولكن الناس اللي شغاله جدا برضو كانت فريندلي جدا، بس بتكلم على الناس بشكل عام جوه. الناس مبسوطه، يعني مثلا لو حد حدف تلج على حد فالتلج جه على حد تاني، يعني الناس عادي خالص ولا اكن في حاجه حصلت، يعني كلنا بنلعب وبنهزر وبنضحك، فمفيش حد قفوش قوي يعني. ودي اكتر حاجه بسطتني لما انا دخلت وكنا بنلعب، فانا جه عليا تلج عادي من الناس بتحدف جنبي، فانا عادي مفيش اي مشكله، عادي كلنا بنتبسط، فايزي يعني ايزي قشطه. بعد ما تتبسط طبعا يعني ايه تقدر تاخد صورتين كده في المكان، هتلاقي ناس بروفيشنال كده بيصوروا بكاميرات، فتقدر تاخد صورتين. كل تيكت بيكون عليها صوره، فطبعا تكون داخل بتيكتين او 3 أو 4 على حسب عدد الافراد اللي انتوا داخلين بيها. وبس اتبسطوا باليوم ده. ولكن اكتر لحظه يعني مفزعه بالنسبه لي هي اللحظه اللي احنا خلاص خرجنا فيها، خلصنا، احنا قعدنا وقت طويل جوه فبسطنا حلو زي الفل. بعد كده خرجنا بقى علشان نلبس، عشان نطلع ناكل، علشان نروح بيتنا. دي بقى الصدمه، يعني انا هنا خدت الصدمه بجد، خرجت رحت عند الخزنه فلقيت كل حاجه تمام، ابتديت البس مش عارف ايه، خدت لبسي حاجتي بتاع، بدور على المحفظه مش لاقيها. يعني لك ان تتخيل بقى انت خلصت تمام والدنيا زي الفل ومبسوط ومستمتع، وطلعت مش لاقي المحفظه. فانا سيناريوهات كتير جدا جت في دماغي في اللحظه دي، يعني هروح ازاي يعني، او مش هروح ازاي، طب البطاقه، الفيزا،
الديبت يعني الكارت بتاع الشغل، الكارت بتاع دخول المدينه. وطبعا تخيل بقى ان انت يعني الرجاله عاده مش كلها بتتوتر بسرعه وتحس بقى ان هو ايه هيعيط ومش عارف يعمل حاجه. لا، الرجاله بتعرف تتصرف. فانت طبعا لو معاك ست موضوع مختلف تماما. يعني انت معاك مراتك مثلا، فانت مراتك بتبص لك كده وانت بتقول لها البطاقه او المحفظه كلها وقعت، يعني مش عارف انا مشكله مش فاكر هي وقعت فين، وده الانيل. فنصيحه بقى عشان هي دي الحته اللي انا ما كنتش عارف اوصل لها. هي وقعت مني جوه وانا في التلج في مدينه التلج، ولا وقعت بره قبل ما اخش؟ عشان هنا دي بقى الحته اللي كانت فعلا افضل بارت بالنسبه لي، اللي هو ختم اليوم معايا الحمد لله. يعني ان انا المحفظه الحمد لله كانت وقعت مني بره. طيب ايه اللي حصل؟ انا ابتديت لمراتي، كانت لسه ما غيرتش، قلت لها روحي غيري انت وانا هتصرف. يعني تمام، انا من جوه حزين، اللي هو ايه، انا مش عايز الفلوس، مش عايز اي حاجه، بس عايز البطاقه وعايز الكارت بتاع الشغل، يعني الحاجات بس متعلقات الشخصيه المهمه الضروريه اللي هي هتعمل لي ازمه بس. فابتديت اروح للمشرف اللي جنبي، لو سمحت البطاقه بس المحفظه بتاعتي وقعت مني. قال لي انت محظوظ، الراجل بتاع الامن هناك اهو، وروح بس اساله وهو هيشوفها لك. فرحت، مساء الخير، لو سمحت المحفظه بتاعتي وقعت مني. قال لي لونها ايه؟ لونها كذا كذا. قال لي اسمك ايه؟ اسمي كذا كذا. رفع الجهاز، ايوه يا ابني، في محفظه لونها كذا كذا باسم كذا كذا موجوده عندك؟ قال له اه. انا بص انا الدنيا كلها بقى اللي هو ايه، بعد ما كنت حزين في ثانيه فرحان، وطلعت حزنت في ثانيه فرحان بثانيه. بس والله بجد يعني انا قبل ما اروح اصلا للامن اساسا، وقبل ما ما احط دماغي في اي حاجه، قلت يا رب يعني ان شاء الله هلاقيها. يعني انا صليت على النبي اكتر من مره، وقلت انا واثق ان انا هلاقيها. ازاي بقى؟ مش ازاي هلاقيها. فرحت للمشرف، رحت بتاع الامن، قال لي البطاقه المحفظه موجوده اهي، ثواني هروح اجيبها لك واجي. فبجد انا بشكر كل رجال الامن، الناس اللي شغاله في الامن. بجد انا اتبسطت جدا من حاجه زي كده، ان البطاقه المحفظه اصلا وقعت مني بره مش جوه، فحد لقيها وداها. فان انا لقيتها، انا اصلا قلت ممكن تكون اتسرقت من الخزنه اساسا، شكيت ان هي تكون اتسرقت من الخزنه. بقول زي ما قلت لك، في سيناريوهات كتيرة قوي دارت في دماغي، بس الحمد لله ان انا لقيتها في الاخر. وبجد يعني انا مبسوط بالتجربه، وفكره الامانه. الناس المحفظه رجعت زي ما هي بكل حاجاتها، فلوسها بكل الكروت، الحاجات اللي كانت فيها ما نقصتش اي حاجه. فانا بشكر الناس دي جدا جدا، وده اصلا سبب ان انا اعمل الفيديو ده، ان انا عايز اشكرهم على اللي حصل، وان هم ختموا اليوم ببهجه بسعاده بس. فالفيديو ده مش سبونسر لاي حاجه، والابلكيشن اللي قلت لك عليه في اول الفيديو هو وفره، اكيد انت عارفه، ممكن تكون بتستخدمه، بس حرفيا الابلكيشن ده وفر لي بتاع حوالي 500 جنيه. دخلت من عليه، ابتديت اشوف انا عايز اروح فين وهحجز كام تيكت، ودفعت، وفعلا انا وفرت حوالي 500 جنيه في الموضوع ده. فبجد انا مبسوط جدا باليوم، مبسوط بالتجربه، وان شاء الله تبقى في تجارب تانية كتير احكي لكم عليها. بس زي ما قلت لكم، اتبسطوا باليوم ده، واهم حاجه خدوا بالكم من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، لان انا لو رحت تاني ان شاء الله اروح، يعني هاخد بالي من الحاجات دي وهعملها بجد. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد.